يا مساء السعادة عليكم، يا مساء الخير. النهارده بقى جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد، ويوم كده مش فيه لوحدي، انا وجوزي. يوم الاجازه طبعا اتعودتوا ان احنا بنخش المطبخ مع بعض. هو بقى كشيف ما بيحبش يقعد ساكت خالص، بيحب كده ايه يشاركنا في يوم الاجازه يعني. ربنا يا رب يخليه لنا كده، ودايما كده بيسعدنا بحاجات والاكلات الحلوه. ما تنسونيش بقى بلايك وكومنت وشير، ويلا بينا شوفوا الفيديو معايا السريع ده، وخمس دقايق او 6 دقايق بس. حبيت كده اشارككم بسرعه، حتى ما جبتش الستاند ولا اي حاجه، قلت لهم هنصور كده ايه على السريع فيديو كده نشارك فيه اسرتنا الصغيره. هنا بقى كنت عملت الكيكة، طبعا عملت كيكة معاكم كتير وحبينا كده نزينها. هو بقى كان جايب حاجات كده يعني حلوة كده زي ما انتم شايفين، نزين بيها شوكولاتة بقى وكريم شانتيه، وهوريكم بقى عملناها ازاي. بصوا مش لازم بقى ايه يعني كل حاجة يعني تبقى بقى بيرفكت زي بره، كفاية ان احنا عاملين حاجة من ايدينا وطعمها حلو، وكمان فرحنا ايه بيتنا وفرحنا الولاد. فعشان كده بقى قررنا نعمل تورتة، اعتبروها للمبتدئين يعني. تورته كده ايه بشكل عشوائي بس ايه طعمها حلو. بصوا بقى ابني بيقول لكم ايه لايك، مصطفى بيقول لكم لايك. يلا يا جماعه شجعونا بقى انا ومصطفى، واكتبوا واعملوا لنا لايك حلو منكم، عشان هو النهارده بيشاركني في تسجيل الفيديو، قاعد جنبي يعني. فالشيف طبعا حب يعمل لكم بقى كده حاجه حلوه ليكوا بقى ولعيونكم. وزيناها كده، حط بقى شوكولاته على الكريم شانتيه وجبنا حاجات كده يعني على قدنا، بس حبينا كده ايه نحل اليوم بتاعنا. يعني اي حاجه، اي حاجه حتى لو بسيطه تسعدي بيها اسرتك، سواء الاب او الام. ماما لازم كده بقول لكم بقى، رجعت لكم تاني عشان مصطفى كان بيكلمني، طب زي ما انتم سامعين. هنا بقى احنا بنضرب الكريم شانتيه طبعا في العجين اللي انا عملت لكم عنه ريفيو. ويلا اللي ما شافش الفيديو بقى بتاع العجان يخش كده ويشوفه، او كيتشن ماشين يعني زي ما بتقولوا. بس بقى مش عايزه اقول لكم يا جماعه ساعدنا جدا جدا، بالذات في الكريم شانتيه، لان بجد انا كنت بتعب فيه جدا. فالحمد لله يا رب، كل حاجه طبعا عندنا في بيتنا بتبقى نعمه واللهم لك الحمد. يعني اي حاجه بتساعد ست البيت فكلها بتبقى مهمه، يعني اي حاجه في البيت بتبقى مهمه. بالذات الحاجات الحديثه دي. يعني ايام زمان بنسمع كانوا يعني امهاتنا بتتعب قوي في البيت اكتر من كده، يعني احنا كده كمان بنقول بنتعب. امال بقى امهاتنا يعني يعملوا ايه؟ كانش فيه بوتاجاز اصلا، ما كانش فيه حاجه، وكانت برضو العيشه جميله وراضيين وستات جميله. ربنا يا رب يرحمهم ويخلي اللي عايشين. فالحمد لله يعني الحمد لله. هنا بقى بعمل الرز بالكبد عشان كمان هنعمل حادق، يعني حلو حادق يومنا كده، حبينا نشاركه معاكم سريع. حلو حادق. هنعمل ايه حادق بقى يا فاطمه النهارده؟ هتشوفوا معانا باقي الفيديو. وكنت بصور شويه في التورته اللي جوزي واقف بيزوقها اهو، حتى ما كيس الحلواني مش عندي برضو، قلنا ايه نتصرف كده اي كيس عادي وتصرفي. يعني انا عايزه اقول لك انك لازم هتتصرفي طالما عايزه تفرحي بيتك ونيتك عايزه تفرحي البيت، سواء انت او باباهم، فتسعدي ولادك بايه باي حاجه. على فكره الحاجات دي بتفضل مترسخه زي ما قلت لكم قبل كده في عقلهم، وبيفتكروها دايما لما بيكبروا. فلازم كده يعني ما فيش غير الأب والأم اللي هيخلقوا الجو لولادهم أو للبيت، إن هو يكون جو حلو، جو هادي، جو جميل، ما فيهوش مشاكل. أو حتى لو في مشاكل، طبعا ما فيش بيت بيخلق من المشاكل، ما يحسسوش ولادهم بيها. فالحاجات دي بتفرق جامد جدا جدا مع ولادنا. ويا رب كده كل حاجة تبقى تمام. بقول لكم بصوا بقى، خدوا قطعة، اللي هيحط لايك يا جماعة يجي ياكل من التورتة بتاعتنا. لايك وشير. بُصّوا بقى شكلها كان رائع، رغم إن هي عشوائية كده، بس بجد طلعت شكلها وطعمها أحلى بكتير من اللي بنجيبها من برّه، وحاجة كده جميلة في بيتنا. وكمان كحجم يعني حجمها حلو جدًا. كده خلاص بقى هنحطها بقى في التلاجة، وعقبال بقى ما تجمد كده شوية، هنعمل بقى إيه الغدا. أنا دايمًا بنحب نعمل الحلو قبل الحادق عشان يبقى إيه ريّحنا دماغنا منه. هنا بقى زي ما أنتم شايفين كده فراخ صغيرة بقى، فراخ حشو جامدة جدًا. وكمان حطيت المَيّة بتاعتها تغلي قبل ما ابتدي احشي. وهابتدي بقى إيه نسقّط الفراخ بعد ما المَيّة غليت، بقى فيها طماطماية، بصلاية، لورا، حبّهان، فلفل أسمر، أي بقى إيه منكهات عندكم، لو عود قرفة كمان
تبقى حلوة جدا. بصوا الفرخة بقى بعد ما اتحشت كان شكلها حلو جدا ومالية نفسها كده، وكان طعمها جميل جدا. جربوها، احلى كمان من الحمام. حبيت كده ايه اشارككم اليوم حتى لو تفاصيله سريعة، وكان فيديو كده سريع، واتمنى بقى ايه كده تشجعوني وتدعموني بلايكاتكم الحلوة ومشاركتكم للفيديوهات بتاعتي. وخلاص غطينا بقى عليها اول ما تغلي كده هديت النار عليها بقى عشان تاخد سواها كده. بصوا بقى المنظر محمرة بقى تحفة كده تحت الشواية. يعني دهنتها كلها زيت بدل ما احمر واحدة واحدة، دهنتهم بقى كلهم زيت وسمنة وملح وفلفل اسمر، وطلعتهم كده حطيتهم تحت الشواية كده. وده كان بقى يومنا النهاردة وغدانا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.